أهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد. لو ما تعرفنيش أنا اسمي يوسف الشاذلي، ويب ديزاين ويو اي اكس كونسلتنت، واشتغلت مع براندات كتيرة عالمية سواء في أوروبا أو في أمريكا من وأنا قاعد هنا في بيت. عملت أكتر من 50 لاندنج بيج وأكتر من 30 ويب سايت، ومن خلال الخبرة بتاعتي دي عرفت إيه اللي بيشتغل وإيه اللي مش بيشتغل في الويب سايت. في الفيديو بتاع النهاردة بقى أنا عايز بالورقة والقلم نتكلم عن الويب سايت. لو انت يو اي اكس ديزاينر بالذات هتستفاد جدا، لانك هتتعلم حاجه جديده غير الموبايل ابلكيشنز والطريقه الطبيعيه اللي بنعمل بيها اليو اكس واليو اي في ان احنا نقدم منتج جديد. ممكن تستغل مهاراتك وخبراتك في ان انت توظفها تاني علشان تعرف تقدم المنتج ده. الطلب على الويب سايتس واللاندنج بيجز عالي جدا، لان على عكس الابلكيشن اللي بيبقى مركز قوي على بزنس فبيحتاج يتعمل له ابلكيشن واحد، الويب سايت واللاندنج بيج بيبقى طريقه تسويق سواء لخدمه لمنتج لبزنس او ايا كان. فلو قلنا ان العدد ده من الابلكيشنز بيتعمل في السنه، فالعدد ده من الويب سايتس بيتعمل في السنه، وده معناه ان في سوق اكبر بكتير في حته الويب سايتس، وفي فرصه اكبر لينا كمصريين ان احنا ننافس في السوق العالمي على ده. فمن غير كلام كتير يلا بينا بالورقه والقلم افرجك الويب سايت عباره عن ايه وازاي تعمل اول ويب سايت ليه. وهنا احنا بنتكلم عن ديزاين. اول حاجه محتاجين نكون عارفينها واحنا بنعمل الويب سايت بتاعنا هو ان شغل الويب بيكون ميكس ما بين اليو اي وما بين الماركتينج. فاول سؤال دايما محتاجين نساله للكلاينت او بنساله عموما هو واي. ليه اصلا بنعمل ويب سايت؟ او بمعنى اصح ايه الهدف منه؟ الويب سايت ممكن يكون علشان يبيع برودكت، ممكن يكون علشان يبيع سيرفيس، وممكن يكون علشان عايز تبيع من خلاله او تعرض الكومباني. في الحاله دي ما بيبقاش في سي تي اي محدد، هو مجرد بتوري البروجكتس والشغل اللي اتعمل، ولكن النوع بتاع الويب سايت ده بيبقى حاجات الاي كوميرس اللي بتبيع منتجات وبيبقى عندها سيلكشن معينه، والهدف منها دايما ان انت تضغط باي ناو وتدفع فلوس على طول. والجزء بتاع السيرفيس بيكون الهدف منه ان انت تملى فورم او تدي الليد بتاعك وحد يكلمك ويقفل معاك السيل. ولكن كل الحاجات دي مشتركه في حاجه واحده وهو جزء الاستراكشر، وده هنتكلم عليه بالتفصيل كمان شويه. بس خلينا نعرف ايه الفرق في الاستراكشر ما بين الحاجات دي واللي هيأثر علينا في المرحله دي. اولا الويب سايت بيبقى مكون من pages. في كل الحالات بيبقى فيه الهوم بيج واللي احنا بنسميها اللاندنج بيج، وممكن اللاندنج بيج تبقى حاجات تانية غير الهوم بيج، ولكن في اغلب الحالات لما نكون بنبيع سيرفيس بالتحديد بيكون الهوم بيج هي اللاندنج بيج. بعد كده بيكون عندنا الكاتيجوريز في حالة الاي كوميرس، وفي حالة السيرفيسز الكاتيجوريز دي بنسميها السيرفيسز اللي هي بتعرض مختلف الخدمات اللي انت بتقدمها. بعد كده ممكن يكون عندنا البرودكت بيج واللي هي الصفحة بتاعت المنتج، مثلا بتشتري تي شيرت، بتشتري حاجة، بتبقى معروضة دايما المنتج في صفحة بيبقى موجود فيها السعر، تفاصيل المنتج، ولو في فيدباك من ناس تانية بيبقى محطوط عليه او ريفيوز، وسيكشن بيوديك على منتجات تانية مشابهة. والمماثل للبرودكت بيج في الجزء بتاع السيرفيسز بيبقى السيرفيس الواحد. حلو جدا، دي تعتبر الصفحات الأساسية. كل الصفحات دي بتودي عن طريق حاجة بنسميها CTA اللي هو الكول تو اكشن، اللي هو من الآخر بيبقى البطن اللي موجود تحت كل سيكشن. في كل البيجز دي بتودي عليه او من خلاله للبيج اللي هتعمل منها حاجه اسمها تشيك اوت، وده في حاله البرودكت، او فيل فور وده في حاله السيرف. بيبقى في صفحات اضافيه غير الصفحات دي، منها صفحه الاباوتس واللي بيبقى فيها تفاصيل عن الكومباني نفسها والشركه وتفاصيلها والناس اللي شغاله فيها. ممكن يبقى في تيم لو احنا بنعمل سيرفيسز فمهم ان الناس تدخل تشوف مين اللي شغال او التيم اللي شغال على الحاجات دي. كمان بيبقى في كونتاكت فورم في حاله البرودكت، بتبقى علشان لو حد عنده مشكله يقدر يتواصل مع البيزنس، وفي حاله الكومباني والسيرفيس بتبقى لو حد عايز ياخد الخطوه الجايه بتبقى هي البيج بتاعت فيل فور. ممكن يبقى عندنا FAQs لو في عندنا اسئله معينه، لو المنتج مش واضح للمستخدم فبنعمل له FAQs عشان يسال الاسئله بتاعته. وممكن كمان يبقى عندنا terms page، ودي بتبقى مهمه جدا في الجزء بتاع البرودكت. فبالطريقه دي علشان نوضح البيجز اللي مرتبطه بالبرودكت، هي البيج بتاعت الهوم كده كده، الكاتيجوريز، البرودكت، الاباورس، ممكن كونتاكت، ممكن FAQs، وممكن الترمز. والبيجز اللي مختصة بالسيرفيس لو احنا بنبيع خدمات معينة فبيبقى الجزء بتاع الهوم، الجزء بتاع السيرفيسز والسيرفيس بيج، الاباوتس، التيم، والكونتاكت، والFAQs، والترمز. بعد ما عرفنا الويب سايت بيبقى عبارة عن ايه، تعالى بقى نغير ده ونبدأ في ان احنا نعمل الهيرو سيكشن. وهتعرف ايه هو الهيرو سيكشن دلوقتي. في حاله ان احنا بنعمل اي ويب سايت، فانت اول ما بتفتح الويب سايت ده بيبقى عندك البيج الاولى. البيج الاولى كده كده بتسكرول فيها، ولكن مجرد ما بتدخل على البيج دي بيبقى قدامك حاجه اسمها الهيرو سيكشن، اللي هو اول سيكشن في البيج. بنسميه هيرو سيكشن لانه يعتبر البطل بالنسبه لنا، يعتبر اهم حاجه في الويب سايت كله. الهيرو سيكشن ده 85% من الترافيك اللي بيدخل على الويب سايت بيقرر هيكمل
ويقلب في باقي الويب سايت والمنتج ده ليه علاقه بيه او لا من البيج والسكشن ده. عشان كده بنركز جدا ان في الهيرو سكشن ده نعمل كذا حاجه. اول حاجه بنبقى عايزين نشوف المشكله، بنبقى عايزين نشوف السولوشن والحل اللي احنا بنحل بيه المشكله دي، وبنبقى عايزين نوضح بطريقه مهمه جزء التراست، ليه تثق فينا. كل حاجه في الحاجات دي هنشوفها دلوقتي هنا. اولا عندنا حاجه اسمها الناف بار، والناف بار ده مش معايا مسطره في الفيديو ده، بس في الفيديوهات الجايه يكون فيها مسطره. بيبقى عندنا الناف بار اللي فوق ده بيبقى موجود فيه CTA مهم في الجزء ده، بيبقى موجود فيه pages ممكن تروح لها في الويب سايت فبيدايركت، او sections في البيج نفسها تنزل لها لو دي one page. وبيبقى موجود عندنا هنا الجزء بتاع اللوجو بتاعه. بعد كده بيبقى موجود عندنا حاجة بنسميها الهيدلاين، والهيدلاين ده هو أهم جزء في البيج كلها، لأن في خلال جملة واحدة أنا محتاج أوضح بطريقة مباشرة جدا إيه المشكلة اللي أنا بعالجها وإيه العلاج بتاعي أو الحل اللي أنا بعمله. دي بتبقى أكبر كمية تكست أو أكبر حجم للفونت في البيج كلها، فدي الحاجة اللي أنا متأكد بنسبة 200% أي شخص هيفتح البيج دي هيقراها، بمعنى إن 85% دول هيكرروا بنسبة كبيرة بعد ما يقروا الجملة دي هيكملوا في البيج ولا هيقفلوه. تحت الهيدلاين بيبقى عندي حاجة اسمها السب هيدلاين، والسب هيدلاين بيبقى حجمه أصغر، الفونت فيه بيبقى أصغر، وممكن يبقى أكتر من جملة. في الحالة دي هو بيشرح بالظبط أو بيكمل في تفهيم المعنى بتاع الهيدلاين بتاعنا. وفي الحالة دي اللي قرا الهيدلاين ولقى إن هو اون بوينت أو ليه علاقة بالمشكلة بتاعته بيكمل ويقرا السب هيدلاين عشان يعرف تفاصيل. بعد الهيدلاين والسب هيدلاين بيبقى عندي الحاجة المهمة جدا بالنسبة لي واللي هي الكول تو اكشن. CTA بتاعي بيبقى هو المكان اللي لما حد بيضغط عليه زي ما قلنا زي اللي موجود هنا بالظبط بيبقى نفس CTA، والCTA ده اللي هيضغط عليه هياخد الخطوة اللي بعدها، سواء هيشتري الخدمة هيعمل ويملى الفورم او هيدخل يقلب في البرودكتس ويشتري فيه. بعد كده دايما بيبقى عندي هنا جرافيكس، وده عشان يخلي البيج فيها فيجوال. الجرافيكس دي ممكن تبقى فيديو، ممكن تبقى صورة، ممكن تبقى حاجة بتوضح. ايا كان الجرافيكس دي اللي انا عملتها عبارة عن ايه، المهم ان هي تكون براندد بحاجه ليها علاقه باللوجو. فلو انا عندي براند كولر معينه مهم قوي ان ما تبقاش اي صوره حاططها هنا او صوره جايبها من على النت وخلاص، المهم ان هي تكون ماشيه مع البراند بتاعك. بعد كده نيجي لاهم جزء واللي اغلب الناس مش بتستخدمه، وهو الجزء اللي بيعالج المشكله الاساسيه بتاعتنا، التراست. الجزء ده هو ان احنا نحط لوجوز تكون سواء براندات اشتغلنا معاها، كلاينتس بنشتغل معاها، او حتى سوفت ويرز بنستخدمها كشركه. واللوجوز دي بتفرق جدا في ان هي لما انت تدخل على البيج وتشوفها قدامك تحس ان انت واثق في البراند دي وان هي حاجه حقيقيه، مش اي بيج موجوده انت دخلت عليها، فتقتنع بيها وتكمل في باقي البيجز. ده الهيرو سيكشن ويعتبر اهم حاجه في الويب سايت. يلا بينا ندخل على سيكشن تاني وهي لاي اوت مشهوره جدا هتعرف تستخدمها في انواع سيكشنز مختلفه. هشرح لك اللاي اوت بتبقى عباره عن ايه وبعد كده نشوف ممكن نستخدمها في ايه. بالنسبه لي اللاي اوت دي بحب اعتبرها الجزء الاهم بعد الهيرو على طول، لان الجزء ده هو اللي انا بشرح فيه حاجات مختلفه باستخدام نفس اللاي اوت. ممكن اكررها كذا مره في الويب سايت وممكن استخدمها مره، فهنسميها البنفيتس. والفكره في البنفيت سيكشن ممكن نستخدمه لحاجات مختلفه غير ان احنا نتكلم عن البنفيتس، ولكن ان هو بيعرض لك كذا فيتشر او كذا حاجه بتبقى موجوده في نفس السكشن. فبيبقى دايما عندنا، وده هتلاقيه موجود في كل حاجه في الويب سايت، اي سكشن هنشتغل عليه او اي حاجه هنعملها، عندنا الاول الهيدلاين وتحته على طول السب هيدلاين. عايزك بقى تتعود معايا ان لما نكون بنعمل اي سكشن بيبقى دايما متقسم بالطريقه دي، فدايما في الهيدلاين بتاعك والسب هيدلاين. سوري على خطي، انا ايدي مش مظبوطه وانا بعمل الكلام ده، فهنحاول نظبط ده في الفيديوهات الجايه. بعد الهيدلاين والسب هيدلاين بيجي حاجه بنسميها الكارد، والكاردز دي ممكن تبقى ايكونز، ممكن تبقى حاجات تانية كتيره، ولكن خلينا نقول لمجرد اللي احنا بنعمله المره دي ان هي هتبقى كاردز فيها ايمجز. كل واحده فيهم بيبقى موجود فيها صوره معينه، والصوره دي بيبقى تحتها تكست. فخلينا نقول مثلا ان هنا في نمبر 1، هنا نمبر 2، وهنا نمبر 3، وفي حاجة بتعبر عن اللي مكتوب في النوتة جوه الكارد دي، وبيبقى تحتها طبعا ممكن كلمة بسيطة fast, secure, smart، ايا كانت الصفة او الميزة او البنفيت اللي انت بتاخدها من المنتج ده. وممكن تحتها شرح صغير بيبقى باراجراف في اغلب الاحوال. وهنا بنبتدي بقى نزود كمية الكونتنت اللي بنعملها في الويب سايت علشان اللي وصل للجزء ده بقى مهتم اكتر بكتير، فانا عايز اشرح له اكتر بكتير. وبالطريقة دي ممكن اعمل بطن عند الحتة بتاعت الهيدلاين والسب هيدلاين، ممكن اعمل بطن تحت البنفيتس كل واحدة فيهم، او ممكن اعمل بطن عام تحت السكشن كله.
ويبقى هو ده الCTA. بالتقسيمة دي وبالطريقة دي أنا عرضت كذا ميزة اتكلمت عنهم بطريقة عامة، أو ممكن أكون عرضت كذا خدمة واتكلمت عنهم بطريقة عامة، أو ممكن أكون بقول how it works الستبس اللي هتاخدها عشان تاخد الخدمة دي. فهنقعد نتكلم معاك، هنعرف تفاصيل المشروع ونقول لك السعر، هنبتدي نشتغل. أيا كان الحاجة اللي عايز توصلها للعميل بتستخدم اللاي اوت دي في إن أنت تعمل ده. كده احنا غطينا 2 من أهم السكشنز في الويب سايت. مستني أعرف منكم تحت في الكومنتس إيه اللي عايزين تعرفوه أكتر عن الويب ديزاين، وبالاستخدام التو سكشنز دول ممكن تقلب ما بينهم، ممكن تستخدمهم بلاي اوتس مختلفة وتملى بيها ويب سايت فعلا يؤدي النتيجة اللي احنا محتاجينها منه.